ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين. معلش انا النور ضارب فيا في عيني فمش شايف حاجه. انتوا كويسين؟ انا بحب اسكندريه والله، يعني من اكتر المحافظات اللي حظي فيها حلو قوي. انا اشتهرت هنا كتير يعني، وهم بيروحوني. دي قصه هبقى احكيها لكم دلوقتي. يا جماعه طبعا في كلنا يعني عندنا عيوب في شخصيتنا، صح؟ بس اكتر حاجه يعني غريبه تحصل لما تيجي تسال البنات بالذات او معظمهم يعني، تقول لها انت ايه عيب شخصيتك؟ تقول لك عيب ان انا طيبه وذكيه وده اللي موديني في داهيه. انا الحمد لله بعترف بنفسي انا غبي وشرير. خلينا متفقين ان انا شرير قوي، تمام؟ مره كنت نايم زعلان مكتئب، البت سابتني وبتاع. البت دي هتسيبني كذا مره يعني. والله 16 سنه بتسيب فيا بس ما عنديش كرم قلب. لا والافيه بقى ايه؟ ان انا زهقت لما اتجوزت. بس اكتر مره بقى كانت يعني المره دي كنت مكتئب، فداخل انام. المفروض ان مخك يخليك تحلم احلام حلوه عشان نفسيتك تتظبط، صح؟ صح كده؟ فانا داخل انام مخي قام واقف كده، خليه يحلم بايه ده؟ طيب هو بيحب ايه؟ بيحب البنات؟ سهله. فنمت، الغبي خلاني حلمت ان انا واحده. انت ممكن تكون بتحب المانجا لكن ما نفسكش تكون منجايه. ويوم فرحي، ويا ريت انا والعريس مزقططين في الكوشه، لا ده العريس شايلني داخلين الشقه بتاعتنا وانا عمال اقاوم، نزلني يا عم نزلني يلا، وبنده اصحابي ولا سما مش عارف تعالوا لي. فببص الاقي اصحابي لابسين فساتين بنات واقفين يعيطوا. انتوا عارفين المقاومه دي اللي هي تبقى بتجري في الحلم تلاقي نفسك بتمشي بالراحه او بتزعق تلاقي صوتك ضعيف، عارفين الموضوع ده؟ فانا عمال نزلني يا عم نزلني يلا، ابص الاقي ايه؟ المقاومه دي بتطلع بدلع. نزلني يا سيبايوني. زي ما قلت لحضراتكم ان انا شرير والبنت سابتني كذا مره، دي المره الثالثه او الرابعه. فقلت انا مكتئب مش هنام، انا اروح اقعد اسكندريه على البحر اشم هوا. انا احب الدراما قوي يعني. فجيت اسكندريه ورحت قعدت على قهوه، متضايق بقى مكتئب. وكنت يا جماعه عارفين بقى كنت شاب روش قوي من 20 سنه كده وانا في ثانويه عامه. كنت لابس شورت، عارفين الجينز المشرشر ده، وشبشب زيكو اخضر كده كان غالي ساعتها، وتيشيرت اصفر. المهم دخلت قعدت على قهوه بلدي كده، وقعد جنبي شاب من سني مكتئب زي حالاتي، فكلمه منه على كلمه اتعرفنا على بعض. الراجل ده كان عليه طار، انا قاعد جنبه. بس خلي بالك هم مش هيجوا ينقوا، هم هيجوا تحت ها؟ ده اللي مخوفني. فقعدت اتكلم معاه، فعرفت ان مشكلته ايه؟ ان الناس اللي عايزين ياخدوا بطارهم منه عارفين هو فين. وانا قاعد جنبه اليوم اللي مش معدي ده، فقلت له طب ما تهرب. قال لي لا ده هم جايين دلوقتي، انا مش ههرب من الارض. ده قاعد بيشرب اخر كوبايه شاي وانا جنبه. فانا مش عايز ابقى خفيف يعني، قال لي كلمه فقلت ماشي وبتاع، فقلت استنى شويه. وانا قاعد كده دخل راجل بجلابيه وعلمه، وعارفين معاه الشنط اللي هي بتتفتح حرف يو دي، وسايب القهوه كلها وباصص لنا. قلت بس ده شكله جاي على وصف، واحنا الاثنين سمر ورطوار ومش عارف الراجل. والمشكله في ابويا، انا لو مت ابويا هيجي مات ثاني بالثانويه العامه وجاي يموت. انا قلت لكم ده مش نافع، راح يدخل لي علم علوم، عايز يدخل طب، ده لو جاب معهد فنون توصيل طلبات للمنازل. ابويا قوي يعني، فعمال ابص للراجل اللي هو خلي يومك يعدي. زي ما قلت لحضراتكم انا شرير، فقمت عامل للراجل في الخباثه كده. وده باصص لنا شويه، ولقيته بيفتح السوسته بتاعت الشنطه. انا قلت يا روح ما بعد تروح. قمت مسكت الراجل ده كلته علقه، ضربته علقه لحد ما ايديا وجعتني. فشويه سمعت بس، وناس كده ظرف بقى، وعارفين البنادق بتاعت التمثيليات القديمه الطويله قوي دي،
وهو بقى اتحمى فيا، قال لي محمود مش ده دول. فقلت له انا بدات احترمه، فقلت له هو مش حضرتك برضه يعني جاي تقتل الاستاذ؟ قال لي باشا اقتل مين؟ الراجل على البابا اللي ما بيع شرابات، اقتل مين؟ وسايبني اضربك ليه؟ والغاز منه ضربته تاني. فهم علشان يسلكونا قاموا ضاربين طلقه في الهواء، فالكل جري حتى الراجل اللي كان معايا ده، وانا الشرطه افتكر بقى دلوقتي ان هو ما فيش حزام فوقع، فبقت الناس كلها تجري وانا عارفين الجاريه بتاعت الحمام دي. يا اخوانا انا اعزب، انا عندي 38 سنه عارفين كده؟ انا مش شايف اي حاجه، لو حد قال لي مش هشوفه. عارفين انا اعزب ليه؟ لان انا معمول عليا مؤامره من مجموعه اسمها هيثم كده، عارفين ان انا بعرف اختار البنت الحلوه والمحترمه في نفس الوقت. انا اختار وهم يجي ياخدوا. والله العظيم انا خدت بالي في المره 16 مع البنت اللي سابتني مع واحد اسمه هيثم برضه، سابتني كتير قوي. عارفين هيثم سمير ده كان شبه مين؟ شبه عمرو يوسف بالظبط. حضراتكم متخيلين محمود خشبه نفس عمرو يوسف على حب بنت فسبتها له. انا اللي سبتها. المره الثانيه كنت بحب بنت كانت محترمه، كنت بحب بتول دي، المهم اتخانقت معايا بسبب غريب قوي، اتصل بيا قالت لي محمود انا عايزاك تبقى شبه مهند. كنت بتضحكوا على احزاني. فسالت بابا مين مهند ده؟ قال لي انت محتاج يجيب 16 مليون جنيه عمليه تجميل، يمكن 3-4 مليون جنيه فيتامينات. فقمت متخانق مع بتول، فقلت مفيش اسبوع كده لقيتها بتتصل بيا، فانا قلت هتصالحني، فقالت لي محمود انا عايزاك وبتاع تعالى نتقابل، فرحت لها. قالت لي محمود انا هتخطب. قلت لها هيثم. قالت لي انت عرفت منين؟ فمشيت قعدت اتخيل ان الهيثمات دول قاعدين في مركبه فضائيه كده وقاعدين يجيبوا معلومات عن البنت اللي انا هخطبها بقى وبتاع. لا ده ممكن يتخانقوا بقى، هيثم محمود يتخانق مع هيثم عبد المنعم، ولا انت سبت دورك لهيثم شريف اللي جاي بتاعتي. قلت يا اخي لا مفيش حاجه زي كده، لا. طب انا هعمل حركه حلوه، انا اختار بنتين في نفس الوقت، هيثم لو خد واحد اخد انا الثاني، اخواتي ما يبقاش حاجه. فكانوا بنتين معايا في الشغل. انا كنت ميال لغاده شويه، بس قليل قوي اللي عارفينه كده. فقلت اكلم غاده الاول، دخلت على بروفايلها لقيتها اتخطبت من 4 ساعات وبيباركوا لها في الكمبيوتر. فدخلت على بسمه لقيتها حاطه الكفر ده، عارفين الصوره اللي هي وجوزها عاملين كده بالتسميم اللي هو رسمي يا حبيبي. فببص على اسماء جوازتهم لقيت هيثم محمود وهيثم عبد المنعم اللي كانوا بيتخانقوا. انا حلت لهم المشكله، اخترت 2 في نفس الوقت. فقلت لا خلاص انا البنت اللي هتعجبني هكلمها في ساعتها. ويا ريت بقى تيجي واحده كده عشان مش شايف هنشم. هكلمها في ساعتها. فكنت في بنك، عجبتني موظفه بلغيها بتلغيني هوبا يلا بينا. قلت بس هي دي. وانا واقف بامن عليها، ما انا مش هبطلها يعني، قلت بعد الشغل يعني. فقلت بامن عليها كده، اخر مره لقيتها هي مش بصالي، هي باصه جنبي. قلت له ازيك يا هيثم؟ يا جماعه هم بيعملوا معايا كده ليه؟ عشان انا بعرف اختار على البنت الحلوه المحترمه، صح كده؟ طب ما انا اتنازل عن شرط من دول وابقى بوظت الموضوع. البنت الحلوه المحترمه، الحلوه اتنازلت عن المحترمه؟ لا انا احب الدلع معلش. كلمت واحد صاحبي كده كان معايا في الجامعه، قلت له انا فضل ما تعرفش بنت كانت معانا في الجامعه حلوه كده لسه ما اتجوزتش، انت واحده ليك حلوه ومحترمه زي القمر. قلت له لا مش عايز اللي عليه الدور. قال لي طب في واحده اعرفها من بعيد لبعيد، تروح تكلمها؟ قلت له خلاص ماشي. خدت ميعاد ورحت اكلم اهلها، اليوم ده كان عندي انترفيو. فقلت البس البدله ايه مره واحده كده. ورحت قعدت معاهم، كانوا ناس طيبين قوي والله. قاعد بتكلم مع والدها ووالدتها، كانوا ناس طيبين كده، وشويه هم قاموا علشان انا وهي نتكلم يعني لوحدنا شويه. وانا قاعد بتكلم معاها كانت جميله جدا يعني، قاعد بتكلم معاها لقيتها محترمه قوي. قلت لها هو مين هيثم؟ قامت معيطه. انتوا حضراتكم عارفين ان انا اشتهرت قبل كده؟ والله العظيم الفيديو بتاعي عدى جاب لي هات كتير قوي فوق ال 20 مليون، بس اتسرق مني يعني. كل الناس عماله تسرقه وانا عايش كنا فرحانين يعني، نلاقي واحد عنده نص مليون وده عنده مش عارف ايه. والدنيا لما تدي ما بتديش مره واحده، انا اشتهرت مرتين.
الفيديو ده اللي ضرب، وسوري في اللفظ انتشر فيديو مش محترم يعني. البطل اللي فيه، مش البطل، الراجل اللي فيه، هو مش راجل، متنايل على عينه شبهي بالظبط. اقسم بالله اصحابي اتلخبطوا. لا والمصيبه ايه بقى؟ ان البنت هي زوجي في البنات، فخلاص قال لك هو دخل، هو خد الذنب وانا خدت الفضيحه. وبقى في نوعين من الشهره، ايه ده الواد بتاع الترجمه اهو مش عارف ايه، بس مش لدرجه يتصوروا معايا. وفي النوع الثاني خريبها. انا مره كان عندي انترفيو بعد ما سبت البنت دي وكنت مكتئب، قلت اروح على الانترفيو، انا بكتب كتير قوي. فكانت الشركه دي مهتمه بالانجليزي قوي. فقعدت اعمل الانترفيو شويه، والراجل جه قال لي كده، ولا انت الانجليزي بتاعك عامل ايه؟ قلت له بريفكس. قال لي تعمل انترفيو تاني. قلت له يا الشغلانه دي ايه؟ قال لي تقف تبيع ابواب. ابواب شغل هنديك 800 جنيه. فاعتذرت عن الشغلانه دي ومش اتخيل هو ليه الانجليزي كان مهم قوي كده؟ ليه؟ فقعدت اتخيل ان في يوم حر كده دخل عليا زبون انجليزي، ما تخافوش اترجم لكم. عجبه باب، فقام جالي قام قال لي هيز بيس اون يو، قلت له اون يو بيس اند هيز ميرسي اند هيز بليز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاو ماتش از ذيس دور وركينج؟ مش على كام الباب ده؟ قلت له ذيس دور وركينج 3 اند هاف، الباب ده عامل 3 ونص. قام قال لي واي اونج؟ ليه يا عم؟ يسترداي امبارح اي سو هيز براذر، انا امبارح شايف اخوه. تراست اند بليف ان جاد، تصدق وتؤمن بالله. 310 كان ب 310 اند زيرس توكن، كان فيها كلام. قلت له نو مان نوت لايك ذيس دور. ازاي الباب ده؟ ذيس از ريالتي ابانوس فروم ذيس كونتري، ده ابانوس ملكي بتاع بلاده. and I know، انا عارف you will take your turn and come back to me. انت هتاخد لفتك وهتجيني. قال لي لوك فازر، بص يابا، give me the buyer and the seller's word، اديني كلمة البيع والشراء. from last، من الآخر. قلت له لوك اور انكل، بص يا عمنا، I relaxed with you، انا ارتحت معاه. and I buy the customer، وانا بشتري زبون. but and the messenger don't come on me mechanic، والنبي يا اسطى ما تيجي عليا. قال لي ديفورس امي كان فايبريتنج، طلعت الطلاق تقدر تهزها. شكرا. انا اتبسطت معاكم جدا، شكرا.